ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اللي ما عرفناش دي قناه يوماتهم ادم، ازاي اشتركوا في القناه وحطوا لايك. قبل ما نبدا الفيديو صلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معلش سامحوني، مش بنزل فيديوهات اليومين دول ولا بصور اصلا ولا اي حاجه. دي فيديوهات كانت متصوره معايا من حوالي اسبوعين كده. دي كنت عامله بطاطس بلحمه، دي لحمه مستورده يعني مش بلدي. ودي بطاطس مكعبات. هقولكوا على الطريقة بس عشان انا اصلا في اليوم دوت ما كنتش عايزة اصور، بس مش عارفة فتحت الكاميرا كده وكنت صورت البطاطس. عبارة عن قطعت بصلاية وحطيت عليها سمنة او زيت او دهن المتوفر عندك، ونزلت الاول باللحمة اديتها صدمة، وبعد كده نزلت بالبصل عليها، وبعد كده وبعد كده حطيت الطماطم وملح وفلفل وواحدة ماجي، وبعد كده بقى قطعت بطاطس مكعبات كبيرة. انا طبعا مش بنزلكوا فيديوهات او بتاخر عليكم يعني زي الظروف اللي احنا فيها، وغير كمان موضوع الزلزال اللي حصل يعني في سوريا وتركيا وكده. فانا نفسيتي يعني تعبانه من كتر ما انا بشوف كل ما بفتح الفيسبوك بلاقي فيديوهات فبضطر اشوفها فبعيط. طبعا بيصعبوا عليا ان احنا مثلا نكون في موقف زي دوت. يعني ربنا يرحمنا برحمته يا رب يعني، ويحسن خاتمتنا اهم حاجه. فالموضوع متعب يعني، فانا نفسيتي تعبانه، فبحس ان انا مش مهتميه بالقناه، مش عاوزه منتج، وحتى ما صورتش بقالي كتير. وكمان دراعي تعبني قوي. انا لما بحاجه بتزعلني دراعي بيتقل، فدراعي وجعني يعني، ربنا يعلم دراعي وجعني قد ايه، مش قادره اعمل حاجه. فانا النفسيه تعبانه قوي، فانا كمان دراعي وجعني اكتر، مش قادره اشيل حاجه. حتى لو انا سندجه كده بيوجعني برضو، مش قادره ارفعه ولا اعمل في اي حاجه، بيوجعني ومش عارفه اشيل حاجه بس بضطر ان انا اقوم عشان اعمل شغل البيت، عشان معايا اطفال ومعايا بيبي صغير. فبضطر ان انا اقوم عشان اعمل الاكل يعني. بس ربنا معاهم يا رب والله. يعني سوريا واي بلد عندها، وتركيا اللي عندهم يعني البلد عندهم الزلزال وكده، قلبي معاكم يعني، قلبنا معاكم ان شاء الله. ربنا يا رب ينجيكم يا رب ويحفظ اولادكم يعني. الفيديوهات تخليكي في حالة وحشة، في حالة وحشة. معلش طبعا لو طولت عليكم في الحتة ديت، بس انا تعبانة جدا، نفسيتي تعبانة. هنا بقى كنت بعمل رز. هنا حطيت سمنة على زيت، وبعد كده بقى حطيت الشعرية وكمية الرز بقى غسلتها. هنا هو تبص لحد ما المية بتاعته بقت بيضة كده، هصفيه والشعرية تاخد لون جولد. وبعد كده هنزل بقى عليها بالرز. طبعا بنقلب فيها عشان الشعرية حساسة جدا يعني، في ثانية كده ممكن تلاقيها لو 5 دقايق ولا دقيقتين كده، يعني بصيتي وراكي وجيتي بصيتي عليها هتلاقيها اتحرقت. يا تهدي النار يا ايدك تبقى فيها على طول. هنا بقى طبعا بعد ما صفيت كمية الرز ده هنزل بقى بيها كده على الشعرية وكنت حاطة مية تسخن عشان طبعا ما كانش عندي شوربة، عشان طبعا اللحمة المستوردة دي ما تنفعش تتحط في شوربة. يعني عاوزة في طبيخ على طول، او بطاطس بقى، اي حاجة، فاصوليا، لوبيا كده، بسلة. عاوزة ابقى اجيب بسلة وهعملها معاكم ان شاء الله. بس ادعولي بس ان انا دراعي يخف، لاني وجعني قوي قوي ومخليني مش قادرة بصرخ منه. فهنا بقى حطيت كمية الرز اهيت، وهفضل بقى اقلب فيه كده، اشوح فيه على قد ما اقدر، وهحط له بقى الملح بتاعه، وافضل بقى اشوح فيه لحد ما الرز كله ينشف يعني. مش اللي هو ينشف انك تسيبيه يتحرق يعني او كده، لا تسيبيه بس ان هو ينشف، بس تحس ان هو مبقاش فيه ميه. بقى هنزل عليه بكمية الملح
وبعد كده بقى انا طبعا كنت مسخنه ميه عشان ما ينفعش نحط الرز ميه ايه، ميه ساقعه طبعا هنلاقيه عجن وبقى حالته زي الفل، فلازم طبعا ميه سخنه يعني نسخنه ميه. فهنا بقى انا كنت بشوح فيه برضو كده شويه حلوين اهوت. انا ما شلتش يعتبر حاجه من الفيديو، ولا هو زي ما هو متصور كده زي ما هو نزلته، يعني ما شلتش منه حاجه، هو انا سايباه كده بطبيعته. ف هنا بقى هفضل اشوح فيه كده، وبعد كده بقى ايه هنزل بكمية المية بقى. بصوا شوفي قعدت اكتر من 7 دقايق كده اشوح فيه، وبعد كده بقى هنزل بايه بمية دي كده مج، على حسب بقى كمية المية تغطي المية تغطي ال الرز بتاعك بس، يعني اللي هو ايه كده تحس انه كان اول بقى ايه. وساعات بقى بعمله زي زمان كده بيحطوا معلقه، ده المعلقه واقفه خلاص تعرفوا ان هو ايه، ان الرز تمام. يعني زي كانوا زمان بيعملوا كده، وعادي ما زلت برضو ساعات بعملها. وهنا كنت بقولكوا بصوا يا دوب بس يغطي الايه، تغطي المية اللي يغطي الرز. هنا بقى البطاطس كانت لسه محتاجة سوا، فكنت موطيه على النار. هي بصوا زبدة، يعني ما شاء الله ساعتها اتاكلت ما قعدتش اصلا يعتبر من جمالها، ومن كتر ما هي مسكرة ما قعدتش يعني. كان نفسي اصورها معاكم والله، بس يعني مش عارفه. بس زي ما قلت لكم كده انا حطيت اللحمه الاول في صدمه، اديتها صدمه، بعد كده نزلت عليها ببصلايه متقطعه، وبعد كده نزلت عليها بالقوطه المضروبه في الخلاط، والبطاطس مقطعاها مكعبات كبيره مش صغيره عشان ما تتهريش، عشان طبعا دي اللحمه دي بتاخد سوا. هنا بقى الرز كان هنا اتشرب اهوت، او كان استوى كمان بقى. بصوا هو بقلبه بالشوكه، بس هو لسه كان سخن يعتبر طافيه عليه، فبصوا مفلفل وجميل اهو زي ما انتم شايفين كده. وحطيت لها بل البطاطس بابريكا وشويه ملح في الاخر. لما حطيت البطاطس حطيت لها الملح وشويه فلفل اسمر بس، ما بحطلهاش اي حاجه تاني. يعني هي كده بتبقى زي الفل ومتعشره. بزودها بقى ميه برضو سخنه، ما بزودهاش ميه ساقعه، يعني بحط لها ميه سخنه عشان برضو ايه اللحمه ما ترجعش تعمل تاني تحجر تاني وتحسيها ان هي ما خدتش سوتها كفايه. وبصوا الرز اهو زي ما انتم شايفين، والبطاطس بقى طبعا برضه غرفها معاكم. يعني كان شويه بطاطس والله، يعني كان ان شاء الله لو حصل ظروف يعني كده هعملها تاني، فهبقى ان شاء الله اصورها بايه معاكم. بصوا اهي البطاطس زي الفل، جربوها وكده هتحبوها. واعملوا مكعبات، بصوا انا كنت عامله مكعبات كبيره مش صغيره. واللحمه بصوا اهيت، يعني احنا هنمشي حالنا نعمل ايه الظروف اللي احنا فيها ديت، يعني لازم هنمشي حالنا باللي موجود. يعني انا مش قدرت اجيب لحمه ب240 و250، يعني حرام اجيب منين، ومعايا اطفال تانية، فبمشي حالي بديت والحمد لله يعني ان احنا مستورين. آه بصوا هي كانت مستوية جدا، واللحمة كان مستوية، والرز كان زي الفل. عاوزين بقى تعملوا شوية سلطة جنب الأكل ماشي. عايزة